تتلف الكرة على طول، خطيرة رأسية في الصواب، جول جول عمر العيوني، عمر العيوني، فرجاني ساسي وعمر العيوني في هذه الركنية، ارتباك في دفاعات المنتخب الفلسطيني والمنتخب التونسي، نسور قرطاج وهدف في ربع ساعة أولى، والكرة الركنية أمامنا هنا فرجاني ساسي وعمر العيوني، ولكن يبدو أن ساسي هي دخلت من الأول وأكدها عمر العيوني أمامنا، هي الرأسية اللي كانت حائرة. بص أمامنا الإعادة، أدي الركنية اتعملت حلوة 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 في راس شوار فرجاني ساسي، والتأكيد أمامنا من عمر العيوني. هنشوف بقى الهدف لمين، لكن هو هدف أمامنا للمنتخب التونسي، محاولة أولى ثم محاولة ثانية ثم حارس المرمى أمامنا هنا اللي بيبعد الكرة من داخل المرمى، والتأكيد كان من عمر العيوني. رأسية شوار، بص الإصرار، شفت الإصرار اماميه الكره المره دي، تحرك اسماعيل غربي، اسماعيل غربي اللي بيشكل حقيقه اداء مميز حتى الان. اسماعيل غربي ترجع مره ثانيه الى ترمينيني، ترمينيني شوف امامنا ترمينيني لاعب الشمال، لاعب الشمال، لكن كره مقطوعه، خطا ترمينيني، الثاني في راس شوات، الثاني ترمينيني، خطا كبير ومحمد علي بن رمضان، والكره تصل الى فراس شوات عشان يسجل المنتخب التونسي. اي توقيت، اي كره واي خطا في هذا التوقيت امامنا هو سعاده وفرحه ايمن دحمان حارس مرمى صفاقسي، والمطالبه بخطا هنا. هل في دفعه من رمضان مع اللاعب ترمينيني؟ اتاخر قوي ترمينيني. ادي امامنا الاعاده، وادي امامنا هو اختل توازنه وتمريره محمد علي بن رمضان في خروج كان طبعا من رامي حماده، لم يتوقع الخطا من ترمينيني وفراس شواط، وانتظار الفار، لكن يبدو ان اسماعيل الفتح يعني ما عندوش يعني شك في صحه الهدف اللي كان فيه خطا كبير قوي الحقيقه من ترمينيني. الكره العاليه دحمان يشيل كره خطيره، دحمان اول كره مصطفى، ومره ثانيه التسديده، جول زيد قنبر، خطا رابعه لفلسطين. ملعوب على طول الكره العاليه الراسيه المتابعه، هدف التقليص قد ياتي في هذه اللحظات، ترتد هدف التقليص، لسه بقول لحضراتكم هل هدف التقليص ياتي